السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة علينا وعليكم كده يا رب، اللهم امين. آه صباح الفل وصباح الجمال وصباح التفاؤل، صباح الهنا، صباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة كده، صباح الخير والبركة والتفاؤل. صباحكم كده ايه مبارك كده ايه، يبقى يوم جميل كده. يوم الجمعة ده بيبقى يوم كده كله بركة وكله خير، يوم مبارك كده. علينا وعليكم كده يا رب، اللهم امين. يوم كده كله خير وراحة بال كده، ويبقى يوم كده طمأنينة، بيبقى يوم حاجة تانية بقى غير ان احنا بنعتبره يوم اجازة، بس بيبقى يوم كده كله خير كده وبركة. النهاردة بقى ايه الفيديو بتاعنا؟ هنعمل كده مع بعض، هنحضر فطار بقى ايه، فطار يوم الجمعة بيبقى غير بقية الايام، معروفة. فطار يوم الجمعة بقى بيبقى حاجة تانية خالص. آه انا عن نفسي عشان ايه بيبقى بابانا كده الجمعة بيبقى اجازة وكده. فبنحضر بقى ايه فطار يوم الجمعه بقى، زي ما قلنا كده بيبقى يوم اجازه، وفي نفس الوقت بقى بيبقى كلنا مجتمعين. ما عندناش مدارس بقى مثلا، ما عندناش دروس الصبح. فكل بيبقى موجود تمام. فقلت بقى النهارده لا ايه بقى احضر لهم بقى فطار وكده. بما ان بقى الجمعه وكده ومفيش بقى النهارده محمود ما كانش عنده دروس، ما كانش عندنا مدارس طبعا ولا في اي حاجه. فقلت بقى اقوم بقى كده ايه احضر لهم فطار. ولو اني اخده عايزه اقول لكم ايه، داخل عليا دور برد وجسمي متكسر. ربنا يستر. هو مصطفى عندي ابني كان اخده الصغير، بقاله اسبوع عنده دور سخونيه بقى وبرد، وكان يعني عيني تعبان خالص، كان متبهدل، كانت حرارته واصله 40. فانا شكلي بقى لقطت منه بقى، فداخل عليا بقى الدور ده. فقلت لازم بقى ماما النهارده اعمل لهم بقى فطار وكده. قلت ادلعهم يعني شويه. قمت بقى جبت كده ايه البطاطس، قشرتها. اول حاجه عملت لنفسي كوبايه نسكافيه الصبح. تمام، اول ما صحيت، الاول انا صحيت بدري. بما اني انا مش عارفه انام وكده من البرد ونفسي ومش عارفه اتنفس، فقمت بدري قلت اعمل كوبايه نسكافيه. وكان عندي كده مقرمشات، رحت محضراها كده ايه في طبق، وقلت اشربها فوق بيها الصبح شويه. وبعد كده جبت بقى كميه بطاطس، قلت ايه اغسلها، اقشرها واغسلها كويس ونقعتها في شويه ميه كده. انا بعملها بيني وبينكم ممكن اعملها من بالليل، تمام، او ممكن اعملها مثلا يعني قبلها بساعه ولا ساعتين، ما فيش مشكله، ما بيحصلهاش اي حاجه. تقشري البطاطس وتحطيها في ميه في التلاجة على رف التلاجة، ما بيحصلهاش اي حاجه خالص. انا بعمل كده ساعات دايما لما اكون مثلا من بالليل وعايزه اعملها الصبح. ساعات مثلا محمود اعمله سندوتشات بطاطس معاه في المدرسه، فانا بقول مثلا ممكن اقوم متاخر او يا دوبك او تروح عليا نومه، يعني ابقى صاحيه مثلا على الوقت بالظبط بتاع مروح المدرسه. فبعمل له كده، بعملها مثلا من قبل ما انام، اقشر البطاطس واغسلها كويس الاول، وبعد كده اروح انا محطاها في ميه، في بوله يعني او اي حاجه، وفي ميه وعلى رف التلاجة. ما بيحصلهاش اي حاجه خالص، ولا بتغمق ولا بتسود ولا بيحصل فيها اي حاجه. تمام. انا قشرت البطاطس وجهزتها بعد ما شربت كوبايه النسكافيه بتاعتي، ورحت بقى جايبه ايه مقطعه بقى كده بصوابع. وكان عندي كيس فلافل في الفريزر، بيني وبينكم كان عندي بقى لها فتره، بس في الفريزر ما بيجرالهاش اي حاجه. طلعته برضو، وقلت بقى اجهز لهم بقى شويه كده ايه فطار بقى النهارده، ايه بقى فطار بقى ايه حاجه تانية. وبعد كده رحت برضو طلعت من التلاجة، لقيت عندي جبنه قريش، بس دي انا جايباها من عند اللبان يعني. جايباها زي ما قلت لكم كده بقى من عند اللبان، فما فيهاش اي حاجه، بتبقى حلوه جميله، طعمها حلو قوي. بقطع بقى كده عليها، بجيب بقى كده خيار، حطي عليها اللي تعجبك، ممكن تاكليها كده بالمعلقه، يعني حسب بقى كل ذوق حد بيحبها ازاي. ممكن تاكليها بالمعلقه، وممكن تقطعي بقى عليها زي ما انا هقطع عليها دلوقتي كده ايه. جبت بقى الطماطم غسلتها، كان عندي كده طماطمتين وكم خياره، وعندي كده قرنين فلفل رومي. كوبي. بصوا البرد بقى مهيسني خالص، مش قادره. الحمد لله على كل حال. مين لسه بقى ما عملش النهارده الفيديو لايك؟ يلا انزلي بقى اعملي بقى بسرعه كده لايك، اللي هي تحت الفيديو كلمه اشتراك، اللي هي تحت الفيديو دي، اضغطي عليها واختاري منها كلمة الكل عشان تبقي مشتركة عندي في قناتي، ويوصلك كل حاجة، وكل يوصلك اشعار بأي فيديو بنزله، تشوفيه وتنوريني دايما كده في قناتي، وتقولي رأيك في ايه في الكومنتات. يا رب يكون قناتي بتعجبكم وفيديوهاتي دايما كده منوريني في القناة. ربنا يكرمكم كده ويبارك لكم، اللهم امين. جبت بقى الجبنه القريش زي ما قلت لكم كده، اخدت منها القطعه على قدي، انا وباباهم ما بياكلوش، يعني ممكن لو اكلوا هياكلوا يعني حتتين كده، هياكلوا حاجه بسيطه، هما ما بيحبوهاش، هما بيحبوا الفول، الفلافل، المثلثات، يحبوا التركي،
كده، لكن يحبوا القريش لا، هم مش تبع القريش. جبتها كده، هرستها كده بالشوكه، وهقطع بقى ايه الطماطم. حطي بقى اللي يعجبك، انا هحط عليها طماطم، وهقطع عليها كمان ايه كده خيار، والفلفل الاخضر حسب المتاح عندك. في ناس تحبها بالطماطم بس، وممكن تاكلها كده زي ما قلت لك، مش مشكله، ما يعني مش لازم يكون عندك بقى طماطم وفلفل وكده، لا. انا عشان كده الحاجه دي عندي يا دوبك، انا كان عندي بس قرنين فلفل وطماطمتين، يعني ما كانش كتير يعني. كانت حاجات بقى اخر الاسبوع بقى ان شاء الله كده، انزل على بكره ولا بعده كده، انزل بقى اجيب ايه الحاجات اللي انا محتاجاها بقى من السوق. انزل اجيب بقى مشترياتي بقى من الخضار والحاجه. بحب اجيبها كده بالاسبوع، او يعني حسب بقى الحاجه ما تخلص عندي. انا مش بجيب طبعا بكميات. آه يعني انتوا شايفين الاسعار عامله ازاي، ربنا معانا جميعا يا رب ويقوينا. فالواحد بقى بيجيب ايه يعني ضروريات بقى، ويجيب حاجات كده على قده، يعني ممكن اجيب كيلو 2 كيلو، او ممكن اجيب كميه افرزها بقى واشيلها. يعني انا جبت من اسبوع كده اسبوعين جبت وفرزت، وصورت لكم كمان تفريز الصلصه، وشلتها عندي في الفريزر طبعا لاي وقت بقى في السنه، بتبقى زي الفل والله وجميله. الفيديو موجود على القناه، يعني لو حابين تشوفوه تعملوه. تمام، قطعت كده الطماطم وقطعت الخيار، وهقطع كمان قرن الفلفل. بص، بحط على الجبنه القريش معلقه شطه صغيره خالص خالص، يعني حاجه كده بسيطه، قلت عشان لو الولاد كمان اكلوا منها او دقوها. وبحط كده معلقتين كده زيت، تحبيشه بتبقى حلوه قوي. وهحط بقى ايه الخيار بالطماطم بالفلفل كله عليها، واخلط بقى كله كده الجبنه مع الخيار وكل حاجه دي. وكده يبقى احنا ايه خلصنا كمان طبق الجبنه القريش، وعملنا الخيار. قطعت خيار الموجود عندك. بصي يعني افتحي كده تلاجتك وطلعي اي حاجه موجوده عندك، واعملي بيها احلى فطار. يعني كفايه كده ان احنا كنا ايه نكون مجتمعين كده على الترابيزه على السفره، وقاعدين بنفطر كده مع بعض. ان شاء الله لو اي حاجه موجوده عندك، الحمد لله على كل حال يا رب. ايه اللهم دمنا نعمه وحفظها من الزوال يا رب. وكان زي ما قلت لكم عندي الفلافل هي خلصت يا دوبك، هو كان كيس صغير كان عندي في الفريزر، قلت اطلعه واعمله. دي بقى مربى الفراوله، حاجه حكايه 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 ما اقولكوش. معموله في البيت طبعا، انا اللي عاملاها في البيت، بس ما صورتهاش بيني وبينكم. يعني ان شاء الله اجيب برضو كميه تانية كده واصورها لكم. بصوا، حكايات على حلوه قوي 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 جميله، عجبتهم قوي قوي قوي. انا عندي هم بيحبوا مربى الفراوله، انا شخصيا بحب مربى التين صراحه. انا بحب حاجه هم بيحبوا. انا بحب مربى زي ما قلت لكم كده مربى التين، اما هما بيحبوا الفراوله. تمام، كل واحد بقى ايه حسب ما بيحب يعني. بس طبعا مناش ان انا برضو يعني حلوه قوي عجبتني، يعني انا اتبسطت ان انا عملتها صح وحلوه. ان شاء الله اعملها لكم برضو قريب تاني، واوريكم الطريقه. طريقتها سهله جدا جدا جدا، اسهل ما يمكن، حلوه قوي. تمام، وطلعت كده لقيت عندي حلاوه، طلعتها قلت انا بقى اللي هاكل حلاوه. يعني كل واحد بقى كان موجود عندي، كان عندي قطعه حلاوه كده طلعتها. حسب بقى كان الموجود عندي في التلاجة. زي ما قلت لك نعمل اي حاجه كده، اهم حاجه لمتنا مع بعض كده يوم، زي ما قلت لكم يوم الجمعه يوم بركه وكله خير. نتجمع كده مع بعضنا ويبقى احلى بجد فطار والله. لو كنت عامله ايه يعني اي حاجه، يا دوبك بقى رحت ايه عامله غاليه عملت الميه عشان الشاي وكده، قلت اعمل لهم شاي بلبن. كنت كده خلاص طلعت. برضو كان عندي جبنه تركي ومثلثات، وعملت غليت اللبن كده، ورحت حاطه لهم بقى ايه عملت الشاي بلبن. وكان كل ده لسه البطاطس كمان على النار، يعني عايزه اقول لكم البطاطس كانت لسه ايه غيبت. يعني خلصت الفلافل والجبنه وحطيت كل حاجه ما عدا كانت لسه البطاطس بقى، كنت مستنياها بقى ايه. قلت اخلص كل حاجه وتبقى البطاطس في الاخر تبقى سخنه ياكلوها على طول. يعني كانوا كمان نزلوا يصلوا، يعني انا كنت بحضر لهم الفطار ده، وهم نزلوا صلوا وجم كانوا لاقيني بقى مجهزه كل حاجه. تمام، يا دوبك بس ان انا احطه على السفره ونقعد بقى ايه ونفطر.
بعد الفطار كمان كان محمود عنده بعد الصلاة، كانت على يعني قرب العصر كده كان عنده برضو درس. فأنا متعودة يعني يوم الجمعة بفطرهم بعد الصلاة الصراحة، لأن الصبح بيبقى إيه كل واحد لسه بقى نايم، اللي ملوش نفس لسه، فيدوبك عبال ما هما بينزلوا يصلوا ويجوا بيلاقوني مجهزة لهم إيه الفطار. هنا كانت البطاطس خلاص خلصت، ورحت حطها كده في المصفى وتحتها طبق، قلت عشان لو في أي زيت بقى ينزل، وبعد كده هحطها لهم في طبق عادي. رشيت عليها معلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر، لو حابه تحطي كمون حطي، حسب بقى كل واحد بيحب. وقلت بقى اقلبها كده عشان الفلفل والملح ايه، يعني البطاطس تشرب الفلفل والملح، عشان ما احطش كمان يعني ايه كتير وكده. اهو كده جهزت الفطار والشاي بلبن وكله تمام، والعيش كمان كله كده تمام. كانوا خلاص الصلاة تقريبا خلاص، وكانوا بقى ايه جايين كده. هنا بقى حطيت لهم بقى البطاطس كده في طبق خلاص، وكانوا جايبين معاهم بقى فول بالخلطه بعد ما صلوا. هما كان هنا بقى كانوا هما جم خلاص كده، قلت لهم يا دوبك ايه هاخد بقى ايه اللحظه الاخيره وخلاص. كانوا جايبين معاهم فول بالخلطه، هما عارفين ان انا هعمل فلافل. حطيته في طبق يعني، وحطيت البطاطس اهي، وكله كده كان تمام. ده شكل الفطار في الاخر. يا رب يكون النهارده الفطار بتاعنا عجبكم. فطار بسيط وسهل كده، ما فيهوش اي حاجه. اي فطار كده، اي حاجه عندك في التلاجة طلعيها، اهم حاجه لمت كده ايه عيلتك كده حواليكي، ونبقوا مجتمعين كده ان شاء الله، لو حتى يوم في الاسبوع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.